كيبدا الفيلم ديالنا في وسط البحر، وكان واحد الباطو راكب فيه بحر مع مراته وحتى ولادو بجوج، وكيشوفوا واحد السفينه كانت كبيره دازت من حداهم، وكيقولوا لباهم كيتمنى يكون عندهم حتى هما شي سفينه بحال هادي. وفي ديك اللحظه الاب كيقرر يعطيهم درس في الحياه على القناعه، وقال لهم غادي نعاود لكم واحد القصه ديال علاء الدين والمصباح السحري. وقال لهم ان القصه كتبدا في واحد الكهف سحري في مدينه سميتها اكرابا، وداك الكهف فيه جني كيحقق اي امنيه اللي كيمتلك داك المصباح. وباش تطلب هاد الامنيات ويحققهم ليك خاصك تدخل داك الكهف وتاخذ المصباح، وخاصك ما تقيس حتى شي حاجه من داك الكنوز اللي كاينين تما، والا غادي تموت في الداخل ديال الكهف. وكتكون مدينه اكرابا كيحكمها اطيب سلطان، وكتكون عنده غير بنيه وحده سميتها الاميره ياسمين، ولكن الوزير ديالو كان شرير سميتو جعفر، شيطان وما كيجلسش معاه حيت كان كيستعمل السحر الاسود، وما قدرش من شحال هادي يوصل داك المصباح السحري اللي كاين في الكهف. ومن بعد كنمشيو لعلاء الدين، كان دري ظريف وفقير كيعيش في المدينه وكيخدم غير في السرقه هو والقرد ديالو باش يقدروا يعيشوا. وفي واحد النهار سرقوا واحد العقد ديال الذهب من واحد البنك، ومن بعد هربوا باش يبيعوه ودخلوا لواحد المحل، ومولات المحل عطاتو غير كيس ديال التمر في المقابل داك العقد اللي شفروه. ومن كيخرجوا علاء الدين كيتصدق بالكيس ديال التمر لواحد الولد كان فقير كان جالس في الطريق مع الام ديالو. ومن بعد كنشوفوا الاميره ياسمين كتدور في السوق وكتمتخبيه باش حتى شي واحد ما يعرفها. وفي ذاك الوقت كتشوف جوج ديال الدراري فقراء باغيين غير الخبز، وكتعطيهم داك الخبز، ولكن مول الخبز اللي سميتو جمال كيشوفها وكيطلب منها تخلصوا فيهم، وهي ما كانتش هازه معاها الفلوس. وعلاء الدين كيلاحظ اش واقع وكيمشي باش يعتقها، وكيقول لها ثقي فيا انا غادي نخرجك من هذا الموقف، وكياخذ الدبليج ديالها وكيعطيه لجمال. وعلاء الدين كيلاهيه، ومن بعد كياخذ ياسمين وكيهربوا في حالاتهم. وياسمين كتقول لعلاء بغيت الدبليج ديالي، وعلاء كيضحك وكيقول لها هذا هو الدبليج اللي كتهضري عليه. وكنعرفوا باللي هو بالطريقه ديالو سرقوا من جمال منين كان لاهاه. وجمال كيكتشف باللي ضحكوا عليه، وكيبداو الحراس كيقلبوا على علاء الدين. وعلاء كيقول لياسمين ما تخافيش القريد غادي يعاونك. ومن بعد تفرقوا وكل واحد فيهم هرب من طريق، وعلاء الدين كيبدا كيجري وكيراوغ في الحراس بمهاره كبيره، وكاع الناس ديال المدينه كانوا كيعاونوه حيت كان درويش معاهم وكيقدر يوصل عند ياسمين وكياخذها باش يهربوا من الحراس. واخيرا قدروا بجوج بهم يهربوا من الحراس. وكيقول لها علاء الدين غادي ناخذك البلاصه اللي كنعيش فيها، وكيطلعوا واحد البرج اللي كان سري اللي حتى شي واحد ما كيقدر يوصل ليه من غير علاء الدين. وبدا علاء الدين كيعرفها على راسو، ولكن ياسمين كذبت عليه وقالت لي باللي سميتها داليا وخدامه ديال الاميره ياسمين. وعلاء كيقول لي انه فقد العائله ديالو منين كان صغير، وهي كتعطف عليه. ومن بعد كيرجعوا للسوق وكتطلب من علاء يعطيها الدبليج ديالها. وبدا كيقلب علاء على الدبليج ولكن ما كيلقاهش في جيبو، وهي كيسحاب ليها باللي ما بغاش يرجعوا ليها وتعصبات بزاف وقالت ليه ما كانش خاصنا نثق فيك، ومشات وخلاتو. وعلاء الدين كيبقى فيه الحال بزاف حيت ما كان سرق ليه داك الدبليج. وفي الاخير كيكتشف بلي القريد هو اللي سرقو وخباه، وعلاء خداه من عنده. وكيقول القريد ما خاصوش يدير بحال هاد الافعال وماشي اي حاجه خاصهم يشفروها. ومن بعد كنعرفوا بلي علاء الدين كان طايح في الحب ديال ياسمين وقرر يرجع الدبليج ليها، وفعلا سلل القصر. والقريد كان كيلاهي في الحراس اللي كانوا واقفين في البوابه. وعلاء سرق اللباس ديال التاجر ودخل للقصر، ولكن الباباغا ديال جعفر شافوا بالزربه وطاروا مشى قالها لجعفر. وجعفر كان مشغول وهو كيخطط كيفاش ياخذ البلاصه ديال السلطان، وكيقول بلي المصباح هو الحل الوحيد. وهنا جعفر كيشوف علاء الدين كينقص فوق السطوحه. وفي ذاك الوقت علاء الدين قدر يوصل وكيدق الباب على ياسمين، ومن كتحل الباب كتفاجأ بعلاء وهو واقف قدامها وكيقول لها جيت نرجع لك الدبليج ديالك. وهي كتسولو فين هو الدبليج، وكيقول لها علاء الدبليج راه عندك في يديك. وكنعرفوا بلي علاء الدين مازال كيحسب ليه بلي سميتها داليا، وكان كيحسبها غير خدامه عند الاميره. وشويه كتدخل داليا الحقيقيه، وعلاء الدين حسابها هي الاميره ياسمين. وكتقول ياسمين لداليا باش تكمل معها في الكذبه بانها هي الاميره، وكتقول لها هذا هو الشفار اللي كنت عاودت لك عليه. وياسمين كتطلب من علاء الدين يخرج بالزربه قبل ما يشوفوا شي حارس، وهو كيقول لها غادي نرجع ونشوفك وتفاهموا وتلاقاو في الغد لي. ومن خرج علاء الدين ما كانش عارف بلي الحراس ديال جعفر كانوا كيتسناوه برا الغرفه وكياخذوا علاء الدين للصحراء، وتما كيتلاقى بجعفر وكيقول ليه باللي شافه
في القصر هو والاميره ياسمين، وكانت غير كتضحك عليه. وانا نقدر نخليك اغنى واحد في المدينه باش ياسمين تقدر تبغيك. ومن بعد كيبدا كيعاود ليه على الكهف وعلى المصباح السحري اللي غادي يحقق ليه جميع الاحلام ديالو. ومن بعد كنشوفوا ياسمين وهي كتسنى في علاء الدين كيف ما وعدها، ولكن علاء الدين ما جاش، حيت في ذاك الوقت كان وصل للكهف. وجعفر طلب من علاء الدين يدخل الكهف، ولكن كاين واحد الشرط ما كاس حتى شي كنوز من اللي كاينين تما، وياخذ غير المصباح بوحديتو. وعلاء الدين كيوافق، وبالفعل كيدخل الكهف هو والقرد ديالو، وبقاو كيتمشاو حتى كيوصلوا لبلاصه عامره بالذهب والمجوهرات. وكان المصباح السحري فوق واحد الصخره عاليه، وعلاء الدين والقريد قربوا للمصباح، ولكن علاء الدين شاف واحد الزربيه سحريه وكانت طايحه عليها واحد الحجره، والزربيه طلبت منه يعتقها. وفعلا علاء الدين حيد الحجره، والزربيه طارت بالفرحه وشكرات علاء الدين حيت عتقوا من هذا الحبس. ومن بعد علاء طلع لفوق باش يوصل للمصباح، ولكن طاحت واحد المجوهره كبيره قدام القريد وعجباته بزاف. ومنين علاء الدين قاس المصباح، القريد شد داك المجوهره والكهف تسمع منه واحد الصوت وقال لعلاء الدين بلي خالف القوانين، حيت القريد بغى ياخذ الكنز اللي كان محرم، وهكا غادي تحبسوا في الداخل ديال الكهف حتى تموتوا. ومن بعد بدا الكهف كامل كيتهدم عليهم، والحمم البركانيه كتعمر البلاصه كلها. وعلاء الدين بقى كينقز على الحجر بالزربه باش يخرج من هاد البلاصه، ولكن كان زلق وطاح. وفي اخر لحظه الزربيه السحريه عتقاته هو القريد وحطاتهم في واحد البلاصه امنه. وجعفر كان كيشوف في الكهف وهو كيتهدم، والطرق ديال البوابه كانت غادي تسد. وعلاء الدين بقى شاد في واحد الحجره ومعاه القريد في ظهره، وعيط على جعفر وقال له يعاونو باش يطلع، ولكن جعفر قال لي اعطيني المصباح ونعاونك ديك الساعه. ومين خدا المصباح ضرب ليه يديه وخلاه يطيح في الداخل ديال الكهف، والقرد قدر في رمشه ديال العين يسرق المصباح من جعفر بلا ما يعيق به. والزربيه السحريه عتقات علاء الدين قبل ما يطيح في الحمم البركانيه. ومن بعد ما خرج جعفر من الكهف تفاجأ بان المصباح تشفر ليه. ومن بعد القرد عطى المصباح لعلاء الدين، وعلاء سول الزربيه واش كاين شي طريقه اللي يخرجوا منها من هذا الكهف، وشير لي على المصباح اللي كاين في يديه. ومنين شافو ما عرف شنو فيه، ومنين مسح عليه التراب وبدا كيبانوا فيه الوان زرقين، وشويه كيخرج واحد الجني زرق عملاق. وعلاء الدين بقى مدهوش وكان حتى مصدوم. والجني قال ليه انا واعد راسي الا شي واحد حررني من المصباح نحقق ليه 3 ديال الامنيات، ومن هذه اللحظه انت هو السيد ديالي. وقال ليه شبيك لبيك اللي طلبتيها تجي حتى من بين يديك. وعلاء الدين قال ليه ما متيقش راسو كيهضر مع جني، والجني قال ليه مازال ما شفتي والو، وشرح ليه باللي جميع الطلبات ديالو غادي تنفذ. ومن بعد قال ليه نقدر نحقق لك اي امنيه بغيتي، ولكن ما نقدرش نخلي شي واحد يبغيك ولا نرجع لك شي واحد من الموت. وعلاء الدين فكر في اول امنيه ديالو وقال ليه بغيت نخرجوا من هذا الكهف. وقال ليه الجني يلا نحققوا الامنيه الاولى ديالك، وبالسحر ديالو خرجوا من ذاك الكهف وداهم للصحراء. والجني دار لهم بلاصه زوينه وقال لهم يرتاحوا فيها. وسول الجني علاء الدين على فين غادي يستعمل الامنيات ديالو، وعلاء الدين جاوبو وقال ليه الا كنتي في بلاصتي شنو غادي تتمنى. والجني جاوبو وقال لي الامنيه ديالي الوحيده نولي حر. وعلاء الدين سولو علاش ما حررتيش راسك براسك، والجني ضحك وقال لي خاصني شي واحد يستعمل 3 ديال الامنيات كاملين باش يقدر يحررني، وهذا الشيء راه مستحيل شي واحد يديرو. وعلاء الدين وعدو وقال لي انا غادي نستعمل الامنيات ديالي كاملين باش نحررك. والجني جاوبو وقال لي راه انت اصلا استعملتي اول امنيه. وعلاء الدين جاوبو باللي قلتي لي خاصني نحك المصباح وانا ما حكيتوش. والجني رجع تفكر الاحداث ولقى هضرته صحيحه حيت فعلا ما فركوش، وقال لي ماشي مشكل ما محسوباش هاد المره، وباللي مازال عندك 3 ديال الامنيات. وعلاء الدين قال لي كنتمنى نولي امير. وشويه هبطوا فرقه ديال الموسيقى وبداو كيجيبوا الفياله وحتى الجمال الحقيقيين، ولبسوا لعلاء الدين لباس ديال الامير ملكي، ومشاو كاملين موكب كبير للمدينه. وعلاء الدين جبد الانتباه ديال السلطان والاميره ياسمين. ومن بعد السلطان تقابل معاه وتعرف عليه، وجعفر وياسمين ما عرفوش باللي هو علاء
علاء الدين، وهذا الشيء بسبب السحر اللي داروا الجني وخلاهم يشوفوا وجه علاء الدين بحال اول مره يشوفوه. وعلاء الدين كان متوتر وما عرف شنو كيقول. وفي هذه اللحظه دخلوا الخدامه وجابوا بزاف ديال الهدايا، وهو قال لهم هادو هدايا ثمينه بزاف. وياسمين سولاتو وقالت ليه واش ناوي تشرينا بهاد الهدايا، وعلاء الدين جاوبها وقال لها انا ما شريتهمش، وبقى غير كيخربق في الهضره باش يصلح الموقف ديالو. وياسمين قالت لي باللي غادي تمشي في حالاتها وخلاتهم ومشات لبيتها. والسلطان حتى هو قال لعلاء الدين يمشي يرتاح في شي غرفه في القصر، وما تنساش راك معروض اليوم في العشاء. ومنين مشاو كاملين الجني قال لعلاء الدين راه داز دابا 10,000 عام وما عمرني تحطيت في شي موقف محرج كيف ما بحال هذا. وبالليل مشى علاء الدين مع الجني للعشاء مع السلطان. وفي القاعه الجني شاف داليا الخدامه ديال ياسمين وعجباتو بزاف، وقال لعلاء الدين غادي نتزوج بداليا. وفي نفس الليل علاء الدين مشى عند ياسمين لبيتها ونقز من البالكونه وطلع فوق الزربيه السحريه، وقال لياسمين تمشي معاه، وطلعات معاه وبدا كيطير بها فوق المدينه. ووقفوا تحت الضوء ديال القمر وكان لي جو رومانسي. ومن بعد رجعوا للقصر وودعها. ولكن في نهار ثاني علاء الدين خاف يخسر ياسمين، وقال الجني غادي نستعمل الامنيه ديالي باش نولي امير لاباس عليا ونقدر نتزوج بياسمين، وانا عارف راسي وعدتك نحررك ولكن راك شايف الوضع. والجني تقلق منه حيت كان موعدو باش يحرره، ودابا كذب عليه وقال لي انا اعتبرتك صاحبي ومن 10,000 عام هادي ما عمرني ما ثقت في شي بشري وتيقتك غير نتايا. ورجع للمصباح ديالو وهو معصب. وعلاء الدين حس براسو زبلها معاه وخدا المصباح ومشى يدور في الزناقي ديال المدينه. ولكن الباباغا شافو قالها لجعفر، وجعفر كان متخبي وسرق المصباح منه بلا ما يحس به علاء، وبدا كيحك في المصباح وشاف الجني خرج لعنده. وفي نفس الوقت علاء الدين رجع للدار ديالو القديمه وقال مع راسو غادي نقول الحقيقه لياسمين واللي بغا توقع توقع. وفي هذه اللحظه اكتشف السلطان ان جعفر كان كيستعمل السحر الاسود عليهم باش يولي هو السلطان، وكيعطي الامر للحراس يسجنوا جعفر. وفعلا كيتحبس، ولكن الباباغا ديالو خدا السوارج وقدر يحرره من الحبس. ومن بعد شاف جعفر السلطان وقال ليه ما بقاش عندي فين غادي نهرب حيت غادي نولي انا هو السلطان. والسلطان كيعطي الامر للقائد ديال الحراس باش يشدوه، ولكن جعفر كيحك المصباح وكيطلع الجني، وجعفر كيتمنى انه يولي هو السلطان. والجني كان بزز منه ومجبور ينفذ الامنيات ديال جعفر، وفعلا كيحقق ليه الامنيه وكيولي جعفر هو السلطان. ومن بعد كيتمنى يولي اقوى ساحر في الكون، والجني كيحقق ليه حتى هذه الامنيه وكيتحول لواحد الثعبان سحري العصا باش يستعملها في السحر. وفي هذا الوقت علاء الدين والقرد كيدخلوا للقصر بالتخبيه، وكان الهدف ديالهم ياخذوا المصباح السحري. ولكن الجني كيشوف علاء وكيشير ليه باش يبعد من هنايا، ولكن كيقرر علاء يسرقه. وهنا جعفر كيشوفو وكيشدو كيبدا يقول لهم هذا راه غير شفار وماشي امير، وكاع داكشي اللي شفتوه من قبل كان غير كذوب بسبب السحر ديال الجني. وقرر جعفر ينفيه من هاد البلاصه، ولكن الجني كيصيفط الزربيه السحريه باش تعتقه هو والقرد. ومن بعد جعفر كيبدا كيعذب السلطان بالسحر باش ياسمين توافق تتزوج به، وفعلا كتوافق تتزوج به. ودابا كيجي النهار ديال العرس وجعفر كيقول ليها تقول باللي راها موافقه. وفي هاد اللحظه ياسمين كتشوف علاء الدين جاي فوق الزربيه السحريه وكتقدر تسرق منه المصباح وكتنقز من البالكونه، وعلاء الدين كيلحقها قبل ما تطيح وكيشدها وكيهربوا بجوج بهم. اما جعفر كيعطي الامر للباباغا باش يتبعهم، وكيستعمل جعفر السحر وكيحول الباباغا لوحش كبير وكيطير ورا علاء الدين وياسمين فوق الزربيه السحريه باش ياخذ منهم المصباح. ولكن مع الاسف المصباح كيطيح من يد علاء الدين، والقرايد كيشوفوه كيمشي باش يهزو. وفي هذه اللحظه السلطان يقدر يهرب من الحراس وكيضرب جعفر وكيطيح ليه العصا السحريه من يده، والباباغا كيرجع صغير حيت السحر كان تهرس. وهنا المصباح كيولي تقال عليه، والقريد كيجري بالزربه فوق الزربيه السحريه وكياخذ منه المصباح وكيرجع الزربيه مع علاء. وفي هذا الوقت السلطان كيقول جعفر بلي ما قدر يدير والو بلا السحر ديالو، وجعفر كيرد عليه دابا غادي تشوف السحر ديال بصح. وكتوقع عاصفه قويه بزاف، وفي هذه اللحظه المصباح كيطير من يد علاء الدين، والباباغا كيرجع بالزربه كيهزو وكيعطيه لجعفر، والعاصفه كتقطع الزربيه السحريه وعلاء الدين
الدين كيبدا يهضر مع جعفر وكيستفزو وكيقول ليه حتى الا وليتي قوي غادي تبقى اضعف من الجني، حيت الجني صحيح من اي واحد حتى الا كان خدام عندك. وهنا جعفر كيفرك داك المصباح وكيقول كيتمنى يولي اقوى شخص في العالم ويكون صحيح حتى من الجني. وجعفر كيتحول لواحد الوحش كبير، ولكن قبل ما يستعمل القوه ديالو كيبانوا واحد الاساور في يديه وكيمنعوه يتحرك. وعلاء الدين والجني كيقولوا لي اي واحد كيولي بحال الجني الا ما كانش عنده السيد الخاص به غادي يعيش محبوس في الداخل ديال المصباح. وهنا كيبان واحد المصباح كحل كيجر جعفر والببغاء وكيحبسهم بجوج بيهم. ومن بعد السحر كيتفك من السلطان وحتى من ياسمين وكيفيقوا. وفي هذا الوقت الجني كيشد المصباح اللي فيه جعفر وكيلوحو في واحد الكهف ديال العجائب في بلاصه ما يقدر حتى شي واحد يوصل ليها. وهنا السلطان كيشكر علاء الدين على هذا الشيء اللي دار وعلى المساعده ديالهم في انقاذ المملكه. وعلاء الدين كيعترف ليهم وكيعتذر ليهم حين كذب عليهم وقال لهم باللي هو ماشي امير. ومن بعد كيهضر مع الجني وكيقول ليه راه وعدتك نحررك وغادي نوفيه بالوعد ديالي. وكيستعمل الامنيه ديالو وكيحرر الجني. والجني ما كاش متيق راسو وكيطيحوا الاساور من يديه وكيولي انسان طبيعي وكيشكر علاء الدين وكيطلب يد داليا للزواج. وفعلا داليا كتوافق. ومع مرور الايام كيشكلوا واحد العائله صغيره وهي نفس العائله اللي شفناها في البدايه ديال القصه. ومن بعد السلطان كيعتذر لياسمين وكيقول ليها بلي انه غلط في الحق ديالها، ومن دابا انت وليتي سلطانه ديال المملكه وتقدري تبدلي القوانين وتزوجي باللي كتبغي. وياسمين كانت باغا غير علاء الدين. وديك الساعه علاء الدين كيكون خرج من القصر هو والقرد ديالو وهو باقي في الحال، ولكن ياسمين كتبعو كتقول لي اول قرار خديته كسلطانه هو نحبسك. ومن بعد كتكمل وكتقول لي غادي نحبسك مدى الحياه في القفز ديال الزواج معها. وفعلا علاء الدين وياسمين كيتزوجوا والمدينه كامله كتحتفل بهم. ومن بعد كيبقاو كاملين عايشين مجموعين في الفرح والسعاده. وحتى لهنايا وكل فيلم ديالنا سالا. وإلا عجبكم الفيلم ما تنساوش خليو لنا شي لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ولا عندكم شي فيلم بغيتو نديرو عليه شي ملخص خليوه لي في الكومونتير. يلا نشوفوا الفيلم الجاي ان شاء الله. يلا تشاو.